مباراة توصف بالكلاسيكو بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي، فإنها دائما تستأثر بوفير الاهتمام بالنظر لثقل الفريقين بالبطولة الوطنية. لكن صيت المباراة خلال الدورة 13 من الموسم الجاري لم يسمع صداه بالشكل الكافي. جماهير محدودة العدد كانت بالمدرجات. وزن المباراة وطموح الفريقين جعل الأطوار الأولى تطل بالكثير من الحيطة والحذر من الجانبين، لكن أخطر تهديد جاء من الفرمر ومن جابر نظام. الجيش الفن راح يمرر نحو عبد السلام بن جلون، لكن نادر المغري أكد أنه حارس مرمى بمعنى الكلمة. طموح الوداد سيتحقق في الدقة 19 من المباراة. فابريس نظام يتوغل ويمرر الكرة نحو مالك فونا الذي يفتتح التهديف لأبناء عبد الرحيم طليب. بعد الهدف ارتفع إيقاع المباراة سيما من جانب الجيش الملكي الذي ضغط بحثا عن التعديل، لكن في غضون ذلك تأتي حملة مضادة للوداد. بكاري كوني يمرر الكرة إلى فابريس نظام والذي لم يضيع الهدية مسجلا الهدف الثاني. كان ذلك في الدقة 37 من المباراة. النصف الثاني من المواجهة دخله فريق الجيش الملكي أكثر إصرار على إدراك التعادل. خلق لاعبوه العديد من المحاولات لم يكتب لها النجاح، لكن وسط ضغط الجيش الملكي كانت تظهر بين الفينة والأخرى بعض المحاولات الودادية والتي كانت تكتسي طابع الخطورة. ضغط البساط الأخضر تحمله دفاع الوداد بقوة كبيرة وأدى ثمنه أنس الأصبحي الذي طرد من المباراة بعد تلقيه الورقة الصفراء الثانية. النقص العددي استغله الجيش الملكي وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 71 بهدف سجله أيوب برحيم. بعد الهدف ازداد طموح لاعبي الجيش الملكي، لكن دفاع الوداد والحارس المغري استبسل في الذود عن المرمى. اللي كان عندي اهم اليوم هو تحقيق 3 النقاط مع الاصدقاء ديالي، والحمد لله ملي تشوفهم تيدخلوا وتيتقاتلوا معاك، فاي واحد خاصو يضاعف المجهود ديالو وكيشتي. فالحمد لله بتسعود واستطعنا باش نحافظوا على نتيجه الفوز. وفي الوقت بدل الضائع سعيد فتاح سيغادر الميدان هو الآخر بعد تلقيه الورقة الصفراء الثانية. بعد ذلك بقليل حكم المباراة ينهي المواجهة بفوز الوداد البيضاوي بهدفين لهدف واحد. رغم الغيابات فانا دائما امن بهاد الشباب الصغار اللي تيلعبوا، رغم الطرد فالفريق بقى يعني تدافع على الالوان ديال القميص ديالو، والانتصار غادي يعطينا واحد الدفعه معنويه باش نخدموا ارتياح في المقابلات القادمه ان شاء الله. فكما كيقولوا كتح لك فرص في الاول خصنا نستغليناهم، ما استغليناهمش. جات كره ضد مجرى اللاعب اللي عطاتهم واحد الهدف اللي تقوا في المباراه، زادوا علينا الهدف الثاني. مع كذلك كنشكر اللاعبين على المجهود الجبار اللي قاموا طيله المباراه واخا تمارك علينا في الاول اهداف. فالحمد لله كنقول الجمهور الجيش الملكي يصبر على الفريق ديالو رجاء ان شاء الله. فوز الوداد البيضاوي سيمنحه انتعاشة قوية في سعيه للتنافس على ريادة الترتيب، والجيش الملكي ينتظره عمل كبير لترتيب الصفوف في مقبل الدورات. رضوان الحمل.